فنان القدير علاء راشد، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، اهلا بك. عايز اعرف راي حضرتك بقى في العرض الجديد نقطه من اول السيرك، كمشارك في العرض. كمشارك في العرض وكمشاهد برضه، لان كفنان ليك خبرتك. اكيد دي طفره ونهضه للسيرك المصري. طفره ونهضه اكيد. اكيد، لان دي حدث يمكن احنا بدانا نحط رجلينا على الطريق الصح بالعرض دوت. بدانا الناس النهارده تعرف اللي كانت سابقانا في فنون السيرك، بدات النهارده تبص لنا نظره ثانيه، لان النهارده احنا كنا ماشيين بنمط قديم شويه. الدكتور محمد الشافعي مشكورا جاب لنا النمط الجديد دوت، ودخلنا ويمكن اشتغلنا والناس ابدت اعجابها بالعروض. وانا كمشارك في العرض انا حاسس ان انا بشتغل في شيء جديد، شيء كويس، حاجه كويسه. وخلي بالك ده برضو انعكس على البلاد الاوروبيه، لان هم ده النهج كان عندهم هناك في اوروبا. الشكل العام بتاع السيرك دلوقتي هو الشكل اللي انت شفتيه النهارده. فاحنا الاول كنا بنشتغل بطريقه، الطريقه ديت ما كانتش تناسب. الطريقه الجديده دي بدات الناس تبص لنا نظره ثانيه كفن السيرك. بدات الناس النهارده تخاطبنا عن طريق العلاقات الثقافيه، على ان يبقى في مهرجانات. بدات النهارده يطلبوا مننا فقرات النهارده عشان خاطر تطلع النهارده لاوروبا، لان خلاص هو ده الطريق الصح بتاع السيرك. ويا رب يدوم هذا الموضوع، ويا رب بقيه فقرات السيرك النهارده تخش في النهج دوت، وتخش في الحدوته الحلوه قوي ديت والحدوته الجميله ديت. يعني انت شايف ان احنا نستمر في الشكل الجديد ده بنفس الفنانين يا فندم، ولا نشوف فنانين مجموعه اخرى؟ خلاص المجموعه ديت يمكن خلاص اشتغلت، عرفت العرض النهارده، الناس عرفتها. يا رب النهارده بتكلم من موقعي كعضو مكتب فني النهارده او كعضو مجلس اداره في السيرك القومي، بنقول ان النهج ده لازم باقي فقرات السيرك او بقيه الشعب اللي في السيرك تمشي بهذا النهج وبهذا الطريقه. ولازم برضه يكون في ناس مشكوره، في ناس تعبت معانا، وفي ناس تعبت مع الدكتور محمد الشافعي، والوزاره النهارده تعبت معانا، اللي يسرت النهارده ما بين اضاءه وما بين دوت وما بين يعني حاجات كتير قوي اكتملت عشان خاطر العرض يطلع للنور وينجح. ومتهيألي انا كلاعب في قلب العرض، انا بقول لك انا بشترك فيه وانا مبسوط جدا. والجمهور اللي حضر اثناء عيد الفطر المبارك، ناس كتير جدا 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 اثنت على العرض دوت وقالت عليه ان هو عرض كويس. وبالتالي بدات برضه، وباكد عليها، ان لو ما كانش العرض ده كويس ما كانش النهارده العلاقات الثقافيه الخارجيه طلبت مننا فقرات بالشكل دوت عشان خاطر تطلع تمثل جمهوريه مصر العربيه في المهرجانات العالميه. ده خبر جديد بقى ان شاء الله. ده لسه يعني بنتكلم النهارده على اساس لان هو في نفس البرنامج ده يا فندم، يعني نفس البرنامج ده يطلع مثلا. هم الناس ما اختاروا يعني مش برنامج، لكن عايزين حاجه بالشكل ده. يعني هو ده الشكل اللي هم بيشتغلوا عليه بره، في الصين، في المانيا، في فرنسا، في ايطاليا. هو ده الشكل اللي بيشتغلوا عليه، ما بقاش الشيء التقليدي، لا هي الحدوته اللي مع بعض اللي النهارده. فهم الناس بداوا يطلبوا مننا سيديهات، بداوا من النهارده يبصوا على السيديهات، بداوا يطلبوا النهارده يقولوا ايه الفقرات اللي ممكن تطلع تمثل. ومش المهرجانات التلقائي او المهرجانات اللي الاول اسف ان احنا كنا بنروحها التمثيل، لا النهارده طالبين فقرات النهارده تطلع النهارده بشكل معين تنافس على جوائز، تنافس النهارده. وربنا يسهل النهارده. مشكورا وزاره الثقافه النهارده برضو تساعدنا شويه ما بين ملابس. هم الناس مش متاخرين على قد ما يقدروا، لكن شويه ملابس وشويه حاجات مع النهارده بقيه شعب السيرك النهارده تخش في نفس الحدوته، عشان هي حدوته صح. يعني نقول لوزاره الثقافه والسيد الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافه نظره للسيرك القومي. نظره للسيرك القومي. الراجل مشكورا، الراجل احنا فوجئنا بيه هنا الساعه 10 صباحا، وده انا شفته بعيني من حوالي 3-4 ايام. كان بيباشر النهارده الموقع، كان وانا سجلت ده صور وفيديو. كان بيبص النهارده على غرف الملابس، كان بيبص على صاله العرض. والراجل كانت زياره مفاجاه فعلا، يعني انا كنت من ضمن الحاضرين. يعني طبعا يعني 10 صباحا وزير الثقافه النهارده يكون موجود في قلب السيرك النهارده. ويمكن انت حضرتك كنت موجوده وشفت النهارده الراجل، وما سابش مكان في السيرك الا لما شافه وقال على كل الملاحظات، وبالتالي بدات تتنفذ الملاحظات اللي قال عليها. وده احنا مش عاوزين اكتر من كده. فاضل بقى الدور علينا احنا ان احنا نجتهد ونتعب ونشقى بجد عشان خاطر نطلع فقرات.
ويا ريت يكون في نوعيه محمد الشافعي دي موجوده النهارده في السيرك القومي المصري، عشان خاطر انا بتكلم النهارده محمد الشافعي او الدكتور محمد الشافعي انا مربيه شخصيا ابني، لكن نعتبره واحد من اسره السيرك يعني، هو واحد فعلا من قبل حتى ما يخرج العرض ده، هو واحد من اسره السيرك. وما تنسيش برضو ان الدكتور عبد الرحمن الشافعي والده كان من اشد المساندين للسيرك القومي المصري، حتى وهو متولي البيت الفني الفنون الشعبيه، حتى وهو بيراعي جدا يعني السيرك. بلوغ سن المعاش الراجل يعني لازم في الاسبوع بيعدي علينا مره، بيبص علينا، بيشوف في ايه طلباتنا، ان كان عندنا مشاكل بيعملها لنا. الراجل الجميل الدكتور مدحت فهمي، الراجل متواجد معانا باستمرار. ما بقتش الموضوع التقليدي ان وكيل الوزاره يفضل قاعد في مسرح البالون، الراجل ما بين مسرح البالون وما بين السيرك بيجي يسمع لنا ويشوف هنا ويشوف هنا. ففعلا العرض جذب النهارده الوزاره ممثله في وزير الثقافه، رئيس قطاع شؤون الانتاج، الراجل كان موجود واتفرج على الدكتور محمد ابو الخير فعلا اثنى على العرض وقال ان انا حاجه مشرفه. الدكتور مدحت النهارده بقى بصفه مستمره معانا، مش هقدر اقول اكتر من كده. مشكورا لكل الناس ديت، مشكور لمحمد الشافعي. فاضل علينا احنا كلاعيبه النهارده لازم نجتهد ونتعب عشان خاطر نكون اهل للثقه اللي الناس دي تتهنى. شكرا جدا يا كابتن، الف شكر. ربنا يخليك. شكرا.